كنت في حوار حوالين الأكل المصري، ولقيت كومنت لطيف بيقول لي إن المطبخ المصري جزء من المطبخ التركي، وهنا صدمت الصدمة الكبيرة. ازاي يجيلكوا الجرأة وتتكلموا هذا؟ يعني احنا حضارة 7000 سنة، 10000 سنة، 20000 سنة، مليون سنة كنا بناكل ايه؟ ما جاش في مخكوا احنا بناكل ايه؟ وتكملة للكومنت ان المشاوي اصلها تركي. يا لهوي بجد. طب هو احنا كنا بناكل ايه؟ المصريين القدماء دول كانوا بياكلوا ايه؟ ده كل حاجه كانت مشوي عندهم. يعني مثلا دي ضلوع مشويه، يعني ريش مشويه اهي، قربان للاله. لكن احنا عشان احنا ظرفاء وحلوين وكتاكيت بنقول عليها علامه الواي فاي. هي علامه الواي فاي دي طلعت من كام سنه؟ الاثر ده بقاله كام مليون سنه. فبالتالي العلامه هي المتاخده من الاثر، مش الاثر هو اللي واخد العلامه. دي ضلوع مشويه، مشويات اصلها مصري. المشويات المصري اصلها مصري. اي مشويات في اي حته اصلها من مكانها، لان بتختلف في التوابل وفي المكونات وفي الطعم وفي الذوق. فمعلش انا اسفه، المشاوي ازاي خدناها من الاتراك؟ تاني حاجه بيقولوا المحشي. معلش، ثقافه الحشي دي ثقافه عندنا. يعني الموميا ذات نفسها هي عباره عن بني ادم محشي بقى، ورق كتان، محشي ورق بردي، توابل. على فكره جوه الموميا ده في فلفل اسود، والله، علشان ما العته ما تاكلهاش، او ربنا من ضمن مكونات التحنيط الفلفل الاسود. وفي باكيتات فيها مواد عطريه علشان الكائنات الحيه ما تدخلش جوه الموميا. فالموميا دي اكبر دليل على ثقافه الحشي عند المصريين القدماء. احنا بنحشي اي حاجه، بنحشي فراخ، بنحشي بط، بنحشي محشي، بنحشي كل حاجه. فازاي المحشي واللحمه والمشاوي اصلها تركي؟ هو في حاجه في دماغكم يا جماعه؟